بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد فهذا أول درس من دروس شرح العقيدة للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. ولا شك أن الدروس الأولى تكون فيها مقدمات، وهذه المقدمات في الحقيقة هي أهم ما في هذه الدروس التي سنأخذ بإذن الله تعالى. فعلم الرسم يتبادر للكثيرين أنه القطع والوصل والحذف والإثبات والإبدال وما إلى ذلك من الأمور التي يخطها الإنسان بيده. فالرسم تصوير، لكن ليس تصويرا يعني للمناظر سواء كان إنسان أو جمادا أو ما شابه ذلك، لا، إنما هو تصوير للحروف، لهيئات الحروف. وعلم الرسم يختص بماذا؟ يختص بالقرآن الكريم كما هو معلوم لديكم. فلما نقول رسم، علم الرسم أو كتاب في الرسم أو ما شابه ذلك، إذا ذكر هذا أصحاب يعني من لهم عناية بالقرآن الكريم فهموا أو فهم من هذا الكلام أنهم يريدون ماذا؟ يريدون القرآن الكريم، يريدون ماذا؟ القرآن. فبعض الناس يقول الرسم وهو يريد القرآن. ولذلك أنا قلت لكم المقدمات مهمة جدا في البداية، لأن هذا العلم وإن كان هو يعني مخدوم، لكن فيه خلط كثير بشكل كبير، حتى أن هناك بعض المفاهيم أو بعض الأمور التي يجيب عنها الناس إذا سئلوا مثلا، أو يعتقدها كذلك بعض الناس أنها كذلك لا محالة، وهي ليست كذلك في علم الرسم. فعلم الرسم ليس فقط حذفا وإثباتا، تقول هذه الألف محذوفة هذه الألف كذا، لا، هو أوسع من ذلك بكثير، من ذلك بكثير. والحذف والإثبات والزيادة والنقصان والقطع والوصل وهذه الأشياء كلها سهلة ليست صعبة. يعني لا يشكل على الإنسان مثلا أن نعطيه مبحثا أو بابا أو فصلا فنقول له مثلا اقرأ في هذه الورقة مثلا، فيجد هذه الكلمة مقطوعة، هذه الكلمة موصولة، هذه الكلمة مقطوعة، هذه الكلمة موصولة، هذه الكلمة محذوفة الألف، هذه الكلمة مزيدة فيها واو. هل هذا صعب؟ صعب هذا؟ ما بكم؟ عجيب، هذا صعب؟ ليس صعبا أبدا أبدا، ليس صعبا، هذا أسهل منه لا يوجد. لذلك بعض المشايخ كان نقرأ عندهم الرسم يقول لك هذه الحصة بتاع الشوكولاتة بتاع الحلوى، يعني اشترك حلوى، واضح؟ لكن هناك أمور صعبة جدا في علم الرسم هي التي ينبغي أو هي التي دخل فيها الخلط ودخل فيها يعني الخطأ وفهمت على غير المراد إلى آخر ذلك، هي التي ربما سنذكر في درسنا هذا وكذلك فيما يأتي معنا، لأن عقيدة الشاطبي هذه فيها مقدمة ككثير من المتون وكثير من الكتب، دائما تجد ديباجة، تجد خطبة، تجد مقدمة. هذه المقدمة تذكر فيها جملة من الأشياء.
طيب، قبل أن نشرع في شرح القصيد، وطبعا القصيدة هذه التي بين أيدينا هي من أروع ما يوجد ومن أفضل ما يوجد كذلك في علم الرسم بصفة خاصة، وفي المنظومات بصفة عامة. يعني وإن كان هناك يعني ما يفضلها، وهو كذلك وهو ما يسمى باللامية للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، لأن هذه تسمى الرائية، الحرف الأخير يعني الروي فيها راء وبعده ألف. وهناك اللامية التي هي الشاطبية في القراءات، وهذه الرائية يعني الشاطبية في ماذا؟ في الرسم، الشاطبية في الرسم. نحن سنأخذ هذه القصيدة إن شاء الله تعالى، وسنأخذ الشرح الذي ذكرته لكم الدرس الماضي، تلخيص الفوائد وتقريب المتباعد. هذا الشرح لأبي البقاء علي بن عثمان بن محمد بن القاصح المعروف، له كذلك شرح على اللامية، وله هذا الشرح على الرائية، وهو شرح مختصر ميسر، ليس يعني قيمة، فقط نحن سنستعين به على تثبيت الألغاز التي نفكها، ألغاز الأبيات، وتستعينون به على تثبيت ما اختصره المصنف رحمه الله تعالى. طبعا هذه الشاطبية التي بين أيدينا، التي هي الرائية كما قلنا في الرسم، هي اختصار لكتاب المقنع. كتاب المقنع هذا للإمام الداني رحمه الله تعالى، وهو طبعا المقنع في رسم مصاحف الأمصار، كتاب عظيم جدا مع صغر حجمه، ليس كبيرا. اختصره الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في هذه القصيدة التي حوت 98 و200 بيت. قال رحمه الله: 90 مع 8 90 مع 200 مع 8 أبياتها ينتظمن الدر والدرر. فاختصر في هذه العقيلة كلام الداني رحمه الله تعالى الذي في المقنع، وزاد. وفي هذه العقيلة 6 زيادات، ليست زيادات كثيرة، إنما هي معدودة كما قلت لكم، 6 ستأتي معنا. ما معنى زاد؟ يعني أتى بأمور لا توجد في المقنع فذكرها في العقيدة. واضح؟ طيب كيف يأتي بشيء لا يوجد في المقنع فيذكره في العقيدة وهو اختصر المقنع؟ لا إشكال في ذلك. هو لم يترك شيئا في المقنع ذكر فلم يذكره، وأتى بشيء لم يذكر فذكره. لا، هو ذكر كل ما في العقيدة ثم زاد أمورا. فقال رحمه الله: وفيها زيادات فطب عمرا. وفيها زيادات فطب عمرا. هذا يعني ما يقال في هذه العقيدة التي بين أيدينا. لا شك أنها تحتاج إلى الحفظ كغيرها من المنظومات، وإلا ما كنا لنأخذ هذه المنظومة، أخذنا كتابا آخر مثلا نثرا إن كنتم ترغبون على الحفظ. فما دام أخذنا هذه العقيدة وهذه المنظومة فلا بد من الحفظ. لماذا؟ حتى تضبط المسائل التي تذكر فيها. فهو سيذكر جملة من الكلمات، سيذكر جملة من القواعد، جملة من الكلمات تحت قاعدة ما، حذف أو زيادة أو بدل أو ما شابه ذلك. كل هذا لا بد أن يحفظ. ولو أفردت هذه الكلمات وسيقت تباعا في غير نظم لصعب ذلك جدا. يعني لو وجدتم ذلك أتستطيع أن تحفظ 100 كلمة متتالية، فتقول مثلا سقاة، وتقول سقاية، وتقول عمارة، وتقول يخادعون، وتقول مالك يعني كلمات متتابعة، هذا سيصعب جدا. واضح؟ فالنظم يسهل هذا الأمر، خاصة وأنه نظم الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، الذي طبعا سارت بقصائده الركبان.
والشاطبي رحمه الله تعالى غني عن التعريف، وهو إمام عظيم من علماء القرن السادس هجري رحمه الله تعالى. واشتهر باللامية التي هي حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع. من يطلب علم القراءات لا بد أن يأخذ هذه اللامية، واضح؟ فلا بد أن يأخذ هذه اللامية فيحفظها ويقرأ بمضمنها القراءات السبع المعروفة، قراءة نافع وقراءة ابن كثير إلى آخر ذلك. ولا طبعا لم يخالف هذا المنهج الذي هو يعني أن يأخذ طالب علم القراءات في البداية اللامية التي هي حرز الأماني المعروفة بالشاطبية، لم يخالف إلا القليل القلة ممن طبعا أقدامهم راسخة في هذا المجال لا يخالفون، من أقدامهم راسخة في هذا المجال لا يخالف، يأخذون الشاطبية ويدرسونها طلابهم يشرحونها ويقرؤون بمضمنها. أتى جماعة من الناس فقالوا هذه وسائل، والعبرة بماذا؟ بالغايات. والصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يعرفون شيء اسمه الشاطبية ولا هذه المقدمة الجزرية ولا شيء من هذا القبيل، فهجموا على العلم بلا أخذ بهذه الأمور فما حصلوا شيء، ضيعوا أعمارهم وضيعوا أعمار طلابهم ولم يحصلوا ولم ينبغوا في هذا العلم ولم يصلوا منه إلى شيء. كذلك العقيلة في الرسم ما كان الناس يعرفون شيئا سواه. نحن اليوم خاصة في المغرب إذا سئلنا عن كتاب في الرسم فإن الناس يقولون المورد. ما المورد؟ هذه قصيدة منظومة في علم الرسم، مورد الظمآن للخراز، مورد الظمآن للخراز، وهي كثيرة الأبيات ضعفي الشاطبية تقريبا. اعتنى بها المغاربة ووضعوا عليها الشروح والحواشي إلى آخره، فصار الناس يقصدونها دون مرور على ماذا؟ على العقيلة، ولا يأخذون العقيلة فيذهبون مباشرة إلى المورد. ولو أتينا ننظر في المورد والعقيلة لوجدنا أن المورد يتضمن العقيلة، يعني العقيلة المسائل التي ذكرت فيها كلها موجودة في المورد، واضح؟ وزاد المورد أمورا أخرى، زاد مسائل كثيرة، واضح الكلام؟ طيب السنة في العلم ماذا؟ التدرج، أن العلم يتدرج في أخذ مسائله أو فنونه، حتى في الفن الواحد. مثلا أنت إذا أتيت تقرأ تجويدا مثلا، هل تأخذ مباشرة مثلا على سبيل المثال نقول مثلا هل تأخذ مباشرة كتاب الرعاية لمكي، أو تأخذ كتاب المرعشي، أو تأخذ الكتب الصعبة الكبيرة؟ لا، إنما تأخذ في البداية مقدمات، وتأخذ جملة من الرسائل، تأخذ كتب مختصرة تصلح لهذا المستوى الذي أنت فيه. فإذا أكملت هذا الكتاب وأتقنته وضبطته وفهمته انتقلت إلى الذي يليه، وانتفعت به لا شك انتقلت إلى الذي يليه، وهكذا. فهذه السنة. فكان الناس في القديم يأخذون هذه، لما أتى المورد يأخذون بعد هذه العقيلة، يأخذون المورد فيحفظون العقيلة ويحفظون المورد. وقبل ذلك يعني حيث لم تكن عقيلة ولا مورد كانوا يحفظون الكتب، يعني المقنع مثلا كانوا يحفظونه مع أنه نثر ليس نظما، لأنهم يحفظونه.
أتى بعد ذلك المقنع، طبعا قلنا للداني، وأنا أتعمد أن أذكر هذه الأشياء حتى يعني تعتادوا بها. المقنع للداني أتى تلميذ الإمام الداني رحمه الله تعالى، وهو أبو داود سليمان بن نجاح، يعني قامة علمية كبيرة، إمام عظيم في هذا الفن، صاحب كتاب التنزيل. وكتابه يعني هذا التنزيل صار موسوما بمختصر التبيين لهجاء التنزيل، مختصر التبيين لهجاء التنزيل. أتى أبو داود فسجل في كتابه هذا يعني ضعف ما في المقنع، ذكر ما في المقنع لأنه كتاب شيخي، وزاد وبرع في هذا العلم أكثر من شيخه الداني. يعني مروياته كثيرة، المقصود برع يعني مروياته كثيرة، واعتنى وتخصص كما نقول في هذا العلم، فجمع فيه أكثر من غيره، ولذلك كتابه ضخم جدا. فكان الناس كذلك يعتنون بمختصر التبيين، وليس هذه الكتب فقط، فهناك كتب كثيرة، المنصف وكتابه خاصة يعني أغلب الكتب يعني يكون عنوانها هجاء مصاحف الأمصار، كان يعنون لكتب الرسم بهذا العنوان. فالمقصود يا إخوتي أن أخذ العقيلة في البداية لطالب العلم المبتدئ، أنت لا تعرف شيئا عن الرسم كبعض إخواننا مثلا الذين أتوا في درسنا هذا، فلا يصلح أن نأخذ مباشرة المورد، نأخذ العقيلة. يقول قائل طيب إذا كنا نحن سنأخذ بعد ذلك المورد، لماذا لا نذهب إليه مباشرة ونختصر الوقت؟ لا، كونك تأخذ العقيلة هذا فيه اختصار الوقت. يعني كيف واحد مثلا على سبيل المثال يأكل طعاما، هذا الطعام مثلا تقدم له شيئا من الطعام، اعتاد أن يأكله، أو نصف ما اعتاد أن يأكله مثلا، فيأكله بسرعة، فإذا مضت ساعتان أو 3 أو 4 وقلت له تريد أن تأكل؟ قال نعم، يستطيع أن يأكل. فإذا قدمت له شيئا آخر يزيد على الأول ربما أكله بكامله. لو أتيته بما كنت ستقدمه له في أول النهار وفي آخره جملة ووضعته بين يديه لما استطاع أن يكمله، لما استطاع أن يأكل ذلك كله. ففي اختصار التدرج في العلم وفي طلبه، فيه اختصار للعمر واختصار، ولا تنظر إلى قضية كم سأحفظ وسأمسك هذه أو هذه أو أقرأ هذه أو هذه، لا، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. إذا فتح ربنا على العبد فيبارك له في وقته وفي جهده وفي سعيه، فيقرأ ما شاء الله ويحفظ ما شاء الله، ويكون في وقته من البركة ما لا يجده عشرات بل مئات الناس. فينبغي أن ينتبه إلى هذا جيدا. فالمهم نحن على الجادة إن شاء الله. وقد سألت أحد شيوخي الشيخ محمد السحابي حفظه الله لما كنت في المغرب، وكانت عنايتي بالعقيلة، وكنت أرى الناس كما ذكرت لكم يعتنون بالمورد وكذا، فقلت له أنا كنت قد أخذت المورد واعتنيت بحفظه وكذا، وكنت لم أكمل حينئذ، لم أكمله، يعني كان يحتاج إلى شيء من الضبط أكثر. فقلت هل أترك هذا وأذهب إلى المورد؟ قال لي لا، لماذا؟ هذا فيه البركة فيه الكفاية، يعني هذا الكتاب يغنيك، واضح؟ يعني أنت إذا كنت تريد مثلا من يريد أن يكتب مصحفا، مش يحمل مصحف من الشبكة، لا، يريد أن يكتب مصحفا لا يكون فيه مخالفة لعلم الرسم، نقول لا يكون فيه مخالفة لما كتبه الصحابة والتابعون كذلك، نعم نقول والتابعون كما سيأتي معنا. من أراد أن يكتب مصحفا لا يكون فيه شيء من المخالفات واعتمد على هذا الذي بين أيدينا كفاه، لما جانب الصواب ولما أخطأ ولما قصر إن شاء الله تعالى، كفاه
ويستطيع أن يحكم ويقول هذا يعني الذي بين الدفتين مثلا وقد كتبه، يقول هذا إن شاء الله، ربما يكون هناك يعني زلة قلم أو ما شابه ذلك، لكن يقول هذا إن شاء الله عين ما كتبه الأوائل وحصل عليه الإجماع. يعني حصل عليه إجماع الصحابة أنه كلام الله عز وجل الذي بين الدفتين. واضح الكلام؟ ففيه البركة والكفاية. من وجد بعد ذلك طاقة وقدرة وقوة على أن ينتقل إلى المتن الذي يليه الذي هو المورد ويأخذ به ويعي الزيادات التي فيه وكذا، فهذا كذلك لا شك فيه خير وبركة وزيادة إن شاء الله. طيب، هل هناك أسئلة؟ هل منكم من يراوده مثلا سؤال أو ما شابه ذلك؟ لا بأس، فإن الأسئلة يعني يفتح بها ما شاء الله. عندكم أسئلة؟ في أسئلة؟ فماش أسئلة على الشبكة. نعم. نعم. يعني نحن سندرس مسائل الرسم. انظر، الرسم ما هو الرسم؟ هو تصوير الكلمة بحروف هجائها. أنت تقول مثلا كتب، أو تقول مثلا الشمس. واضح الكلام؟ طيب، أنت يعني إذا كتبت هذه الكلمة أخذت مثلا الهمزة ثم اللام ثم الشين ثم الميم ثم السين، فأنت رسمت، ويقال كتبت، ويقال نقشت، ويقال زبرت. كل هذه يعني المصطلحات مترادفات. واضح الكلام؟ فالرسم تصوير الكلمة بتقدير ماذا؟ بحروف هجائها مع مراعاة ماذا؟ الابتداء. مع مراعاة الابتداء. إيش معنى مراعاة الابتداء؟ مراعاة الابتداء يعني مثلا لو أنني قرأت قول الله عز وجل إذا الشمس كورت. إذا الشمس كورت، انتبهوا، إذا الشمس كورت، ماذا سأكتب؟ سأكتب همزة ذال ألف. إذا الشمس. لكن أنا لم أنطق ألفا بعد الذال. لماذا أكتبها؟ أنا قلت إذا الشمس. هل قلت إذا الشمس؟ لا، قلت إذا الشمس. لماذا أكتب ألفا؟ لماذا أرسم ألفا؟ عند الوقف ننطق الألف. لكن أنا لما وصلت لم أنطق ألف، قلت إذا الشمس. عارف. لا، أنا لا أسأل عن العلة التي من أجلها سقطت الألف. نعم، هي الألف كما أجبتم سقطت لالتقاء الساكنين، لكن أنا لم ألفظها في الوصل، فلماذا أكتبها؟ لا، الذي يريد أن يجيب يرفع يده. قول إبراهيم. عند الابتداء لا، أنا أتكلم عن الألف التي بعد الذال. إذا الشمس من أصول الكلمة، ليس شرطا. أحيانا تكون الألف أو ما شابه ذلك ليست من أصول الكلمة. قول لتوافق الرسم العثماني. لا، دعك من الرسم العثماني. لا، أنا أتكلم عن الكتابة بشكل عام. الكتابة بشكل عام. أنت ستكتب العربية الآن. هل عندكم إجابة؟ مراعاة للوقف. جميل. قالت الأخت مراعاة للوقف، فأنا كتبت الألف مراعاة للوقف. جميل، احتفظوا بهذه.
احتفظوا بهذه، سنخرج منها بتعريف إن شاء الله تعالى. طيب لما قلت إذا الشمس، إذا كتبت الألف، رسمت الألف بعد الذال مراعاة ليش؟ للوقف. طيب إذا الشمس، ولما كتبت كلمة الشمس الكلمة التي بعد إذا أثبتت همزة وصل في أول الكلمة. لماذا؟ أنا لا أنطقها، أنا أقول إذا الشمس. ما حاجتي لهذه؟ لا، ليس هكذا. ارفعوا أيديكم. مراعاة للابتداء. إذا الآن نقول هو تصوير الكلمة بحروف هجائها مع مراعاة الوقف والابتداء، فالرسم نستطيع أن نقول مبني على الوقف والابتداء، يخدم الوقف ويخدم الابتداء. ولذلك صورت همزة الوصل، مع أنك في الوصل لا تنطقها، تسقط. لماذا؟ حتى إذا أتيت تبتدئ بهذه الكلمة أثبتت. يعني لو أننا مثلا، لو أنني أنا ذهبت يعني جعلت الرسم مبنيا على الوصل، مبنيا على ماذا؟ على الوصل، فأسقطت الألف التي بعد الذال وأسقطت الألف التي في أول كلمة الشمس. جميل، أسقطت هذه وتلك، وقلت إذا الشمس. هل يختل شيء؟ لا، ما يختل شيء في الوصل. لكن لو أتيت أقف أنا على الكلمة الأولى، كيف سأقف؟ إذ سيلتبس، سيحصل التباس. طيب لو أتيت أنا مثلا، قال للشيخ ابتدي بالكلمة الثانية، اختبرني، كيف سأقول؟ لا، هي في لام، لا شمس مثلا، وهل هذا صحيح؟ لا، ليس صحيح. فهمتم يا إخوتي؟ ولذلك علم الرسم يخدم ماذا؟ الوقف والابتداء، فجاء علم الضبط بعد علم الرسم، وهذا علم الضبط الذي هو الحركات والنقط وهذه الأشياء كلها، فجاء يخدم ماذا؟ يخدم الوصل. جاء علم الضبط ليس كعلم الرسم. علم الرسم يخدم الوصل، يخدم الوقف والابتداء، وعلم الضبط يخدم الوصل. علم الضبط يخدم الوصل. كيف يخدم الوصل؟ طبعا هذا مش يجي معنا إن شاء الله، لكن بعد ما نقرأ العقيلة. يخدم الوصل. مثلا نون من ساكنة، لا شك، نون من ساكنة ليست متحركة، لكن نجدها نحن فيما هو مكتوب من كلام الله عز وجل أو من كلام أو من سائر الكلام، نجدها متحركة بالفتح إذا أتى بعدها ساكن. صحيح. لماذا؟ يقول قائل هذه ليست حركتها نون من ساكنة مبنية على السكون، لماذا تكون بهذا الشكل؟ قال لك لا، هذه الحركة عرضت لها بسبب الوصل، وقد ضبطت بناء على الوصل، فلو أتيت تقف من. فهمت الكلام ولا؟ هذا نفهم به ايش معناها رسم. لكن يجب أن تنتبه أن هذا عام في كلام الله عز وجل، نجده في المصاحف وفي غير المصاحف. هذه قاعدة عامة، هذا تعريف عام، هذا حد ماذا؟ الرسم. لكن هناك يعني قيود يتضح لنا به الأمور التي تخص كلام الله عز وجل من ماذا؟ من هذا العلم. فلما أتى العلماء يتكلمون في هذا الفن، قالوا لهم أنتم ماذا تفعلون؟ يعني ماذا تفعلون؟
لماذا ألفت هذا الكتاب الداني مثلا؟ سألوه لماذا ألفت المقنع؟ وأنت لماذا كتبت التنزيل؟ وأنت لماذا نظمت؟ وأنتم لماذا شرحتم هذه المنظومات؟ لماذا تفعلون هذه الأشياء؟ قالوا له نحن نفعل هذه الأشياء ونكتب هذه الكتب ونضع هذه التصانيف لنبين خصائص الكتابة، كتابة القرآن الكريم، الأشياء التي اختص بها القرآن الكريم. هل هناك أشياء اختص بها القرآن الكريم؟ نعم لا شك، أنتم تلاحظون هذا. يعني إذا أتيتم على المصحف تقرؤون فأنتم تجدون مثلا أول شيء يأتي معك ماذا؟ بس أول شيء. هل هذا يتوافق مع الخط الإملائي؟ لو كتبت مثلا، لو وجدت ذلك في كتاب هل يتوافق؟ لا يتوافق. أين الهمزة؟ أين همزة الوصل؟ واضح؟ همزة الوصل محذوفة. فهم جاءوا ليبينوا هذه الأشياء. يعني هم يتكلمون عن مخالفة رسم المصحف لماذا؟ للكتابة أو ما يسمى بالرسم القياسي. الكتابة بشكل عام وما نقول نحن في الإملاء يسمى الرسم إيش؟ القياسي. ورسم المصحف يسمى الرسم إيش؟ الاصطلاحي. اصطلاحي، ما معنى اصطلاحي؟ يعني ما اصطلح عليه الذين كتبوا المصحف. الذين كتبوا المصحف كتبوه بهذا الشكل. واضح الكلام؟ فيسمى رسما اصطلاحي. فجاءت هذه الكتب تبين الفرق بين الاصطلاح وبين، أو بعبارة أدق نقول تبين ما خالف فيه الاصطلاحي القياسي. تبين ما خالف فيه الاصطلاحي القياسي. ومخالفة الاصطلاحي يعني رسم المصحف للقياسي للكتابة بشكل عام ليست في أمور كثيرة، إنما هي أصول تعد على الأصابع. ما خالف فيه الاصطلاحي القياسية مثلا نجده في الحذف. تجد كما قلنا همزة الوصل حذفت، الرحمن الألف محذوفة، وغيرها كثير، آلاف الألفات محذوفة في المصحف. منها يعني كيف نستطيع نحن أن نضبط هذه الكلمات الكثيرة؟ منها ما يرجع إلى قاعدة. ما يرجع إلى ماذا؟ إلى قاعدة. يعني نقول قاعدة مثلا جمع المذكر السالم. إذا أتى معك جمع المذكر السالم وهناك يعني موانع وانتفت الموانع وتوفرت الشروط فإنك تحذف الألف. العالمين، الصابرين، الصائمين، القانتين، كل هذا واضح. ومنها ما لا يرجع إلى قاعدة فيذكر بعينه، فتقول هذه الكلمة وهذه الكلمة وهذه الكلمة وهذه الكلمة. واضح الكلام؟ ما خالفه من جهة ماذا؟ ما خالف فيه الاصطلاحي القياسي في الحذف، في الزيادة. تقول مثلا تقول والسماء بنيناها بأيد. لو نظرت في المصحف لوجدت هذه الكلمة فيها ياء، باء همزة ألف يعني صورة الهمزة، ثم ياء ثم ياء أخرى. عجيب، يعني ما هذا؟ هذا نقول عنه زيادة، يعني حرف مزيد مكتوب ولكنه لا ينطق، لا ننطقه. فهمتم الكلام؟ هذا الزيادة. الحذف، الزيادة، البدل. ايش معنى البدل هذا؟ البدل يعني أن يكتب حرف بدلا من حرف، أن تجعل حرفا مكان حرف. مثلا على سبيل المثال أعطونا مثالا. الصراط، ما بها الصراط؟ ما بها الصراط؟ ما بها الصلاة؟ جميل جدا. إذا نظرت إلى كلمة الصلاة في القرآن الكريم فإنك تجد بعد اللام لا تجد ألف، تجد واو. عجيب، أنا نطقت ألف. الصلاة، ماذا واو هذه؟ يعني شفت هذه الأشياء هي ليست صعبة،
وهي ليست صعبة، لأن كل من سيقرأ في المصحف يجب أن يتعلم هذه الأشياء. يعني لو أن إنسان أتى إلى المصحف يقرأ كما قرأ الكثيرين، يعني قرأوا كلمات، فيقرأ الصلوت مثلا، الزكوت، واضح الكلام؟ العالمين يقرأ العالمين، واضح؟ إلى غير ذلك، مفهوم؟ فربما وافق نطقه بعض القراءات، وربما خالف جميع القراءات. مثلا الصلوت ليست ولا في قراءة، لكن لو أتى إلى كلمة مالك فقرأ ملك ما فيها إشكال، يعني عندنا ملك، فربما وافق ربما سيحصل في الخطأ. يعني نحن اليوم أنا أتعجب أحيانا في دورات التصحيح ما يكون صح للإخوة يقرؤون والأخوات، يعني تحدث أخطاء سبحان الله. أنا أقول عجيب جدا، كيف لشخص يعني هو ينظر في المصحف ينظر في المصحف كيف يقرأ هذه الكلمة بهذا الشكل؟ عجيب، يا سبحان الله. ثم بعد ذلك أقول إن كان هذا حال إخواننا الذين يأتون إلى المساجد ويسمعون الأئمة في الصلاة وكذا، ويدخلون الجمعيات ويقرؤون ويحفظون، وربما تجده يحفظ 5 أحزاب و10 أحزاب، فكيف حال من انقطع عن هذه الأمور، لا صلاة في المسجد ولا يسمع قرآن، وكيف حال أولئك الناس؟ عجيب جدا، واضح؟ ولذلك يعني لو أن هؤلاء الناس تعلموا رسم المصاحف لا يعني قل اللحن وقل الخطأ في قراءتهم لكتاب الله تعالى. نحن نتكلم عن القراءة من المصحف، لا نتكلم الآن عن متخصصين وعلماء، لا، ناس تقرأ من المصحف، لو يتعلم علم الرسم يقل خطأه، واضح؟ بشكل كبير. وكلما أتقن هذه المسائل التي هي 6 مسائل كما قلنا، حذف وإيش آخر؟ زيادة، بدل، والفاصل والوصل، يعني المقطوع والموصول كيف اللي في الجزرية، واضح؟ اللن وقتاش تكون مقطوعة وقتاش تكون موصولة. وما فيه قراءتان فكتب على إحداهما مثلا، فتجد مثلا في كلام الله تعالى مثلا في مصاحف حفص مثلا تجده يكتب وسارعوا، وفي قانون كتب سارعوا، في قراءتان كتب على إحداهما، لكن في بعض المصاحف دون بعض على تفصيل سيأتي معنا إن شاء الله تعالى كثير، واضح؟ وكذلك مسائل الهمز مهمة جدا، مسائل الهمز يعني عويصة في 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 القرآن، كان تجد الهمز على الواو وعلى الياء على الألف، لا تجد له صورة أحيانا. لماذا كل هذا؟ فلو أن الناس تعلموا هذه الأشياء التي هي كما قلنا 6 أشياء 6 فصول، هي 5 ولكن بعضهم زاد ما فيه قراءة فكتب على إحداهما، لا صلحت قراءتهم. طبعا لا يكونون في غنى عن الشيخ الذي يسمع منهم ويقرأ على مسامعهم، لكن يقل الخطأ في حال ما إذا اعتمدوا على المصاحف في القراءة يقرؤون أورادهم، يقل الخطأ بشكل كبير، صح ولا؟ ولذلك أنا سألت سؤال على الصفحة، كتبت قلت هذه الدورة من المخاطبون بها؟ فبعضهم أجاب قال يعني من له تخصص أو ما شابه ذلك. يعني لا، أنا قلت هذه الدورة لأي إنسان يريد أن يقرأ كلام الله. تريد أن تقرأ القرآن يا أخي، واحد يشري ماكينة متاع غسيل، ولا يشري ماكينة متاع ما نعرفش أنا جهاز من الأجهزة، واضح؟ يلقى في الكتيب معاه الدليل، كيفاش يستعمل وينزل على هذه ينزل على، ويخشى أن يستعملها إذا لم يكن عالما بها، يخشى أن يستعملها قبل أن يقرأ، فإن لم يكن يحسن القراءة ذهب إلى من يحسنها وقال له اقرأ لي هذا الكتاب، ماذا أفعل بهذا الزر، وهذا ماذا أفعل به، ومن أين أضع الماء أو أضع يعني، واضح الكلام؟ فحتى الناس كبار، وأنا ديما مثل نظر، يصير يعرف يمشي طول، ينزل على هذه، يسكر هذه، ويحل بهذه، ويعمل كذا. هذا القرآن أولى بأن نعتني
بالدليل فيه، بما يضيء لنا الطريق ونستطيع من خلاله أن نقرأ قراءة سليمة إلى اللحن. فهمتم يا إخوتي؟ طيب لا أدري نحن أين انتهينا بالتحديد. أي فهمتوا الرسم الاصطلاحي والقياس المسائل هذا كله؟ فهمتوا تعريف الرسم؟ هل من عنده سؤال آخر؟ لا أدري على الغرفة إن كانت هناك أسئلة. إن كانت هناك أسئلة اكتبوا وأنا أنظر إليها، لكن خير إن شاء الله. طيب إذن يا إخوتي هناك مسألة مهمة في علم الرسم. كيف هل علم الرسم توقيفي؟ علم الرسم هل هو توقيفي أم اصطلاحي؟ علم الرسم يعني ما نحن بصدد هذا المكتوب بين الدفتين كلام الله عز وجل، هل هو توقيفي؟ ما معنى توقيفي الساعة؟ خلينا نفهمه باش نجم نجاوبك. ما معنى توقيفي؟ لا مش توقيفي مش معنى لا نقاش، يعني توقيفي هو من الله، من الشارع، من الله، من رسوله صلى الله عليه وسلم. هل رسول الله هو هل الله عز وجل أنزل هذا الكتاب منقوشا مسطورا مزبورا؟ لا، التوراة نزلت كذلك لكن القرآن لم ينزل كذلك. واضح؟ طيب من الذي زبره؟ أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك أنا أقول لكم أسئلوا، يعني اسألوا، الأسئلة تفتح أمورا كثيرة. طيب الصحابة كتبوا لما عز وجل هل أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا بهذا الشكل، افعلوا هذا الأمر كذا 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 إلى آخره؟ من عنده إجابة يجيب نعم أو لا، لا إشكال في ذلك، نحن نتناقش. الذي يظهر أنكم قلتم لا. طيب إذا ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم معهم لما كانوا يكتبون؟ لأن الصحابة كانوا يكتبون القرآن بين يديه، القرآن لا يكتب في غير حضرته، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه شيء من القرآن، وهذا تدل عليه الأحاديث الصحيحة، إذا نزل عليه شيء من القرآن نادى من حضره من كتبة الوحي، يعني من هو موجود منهم يأتي، حضر زيد، حضر معاوية، حضر فلان، حضر فلان رضي الله تعالى عنه، لا إشكال يأتي فيجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكتب بين يديه. طيب إذا كان هذا الأمر ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيه يد، لماذا يكتب بين يديه؟ سنة تقريرية، هي في الحقيقة هذه نبهني عليها أبو جناح لأنها مش صحيحة، لكن يجي التنبيه عليها في محلها. يستطيع أن يقول لهم ضعوا، وهو أصلا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت عليه الآية وكتبت يقول لهم ضعوا هذه الآية في موضعها من السورة التي يذكر فيها كذا، ينص يعني ليس شرطا. بعد الكتابة يقول لهم يقرأوا على مسامعهم طبعا لأنهم هم سيكتبون ماذا؟ سيكتبون ما نزل، وما نزل ليس لا يعرفونه. هم سيكتبون، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن الرحمن، الصحابي يأخذ القلم ويكتب، النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول له اكتب بهذا الشكل ولا بهذا الشكل، لا يتدخل في أمر الكتابة. لماذا؟ لأن حاشمين هز يدك، لأنه لا يقرأ ولا يكتب، وهذه تحشم هذه
هذه في حقه منقبة صلوات الله وسلامه عليه، وفي حق غيره مثلبة. واضح؟ فهذا فخر أن نبينا لا يقرأ ولا يكتب صلوات الله وسلامه عليه. إذن هو لا يوجههم لأنه لا علم له بماذا؟ بالكتابة. ما له فما حديث في الصحيح يقول فكتب. حديث في الصحيح، في حديث في الصحيح في قصة الحديبية، صلح الحديبة، وامتنع يومئذ علي أن يمحو ما أراد سهيل بن عمرو أن يمحى محمد رسول الله، فمحى النبي صلى الله عليه وسلم وكتب محمد بن عبد الله، كتب بيده. الحديث في الصحيح. هل يشكل هذا ولا يشكل؟ يشكل. لعلنا نأخذه بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. نأخذ من وقتكم ليس كثيرا إن شاء الله، ربما 20 دقيقة، نختم بها جملة من المقدمات التي تصلح والتي هي علم الرسم في الحقيقة. يجب أن تتقرر وأن نفهمها بشكل جيد، حتى إذا استقبلنا المحذوف والثابت والمزيد والمسائل هذه لا تشكل علينا إن شاء الله تعالى. ذكروني إذن النقطة التي أخذناها هي كون ما يشكل على الأمية التي طبعا هي معلومة أدلتها متضافرة، ما يشكل عليها من أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في هذا الحديث الصحيح إن شاء الله. آدم موسى فبرأه الله منه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقفنا عند الحديث الذي ثبت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في قصة الحديبية كما ذكرنا، ولما عارض سهيل بن عمرو ما كتبه علي من قوله رسول الله. هذا الحديث أو هذا الأمر أجاب عنه كثير من الناس، وبعضهم أجاب بأمور ربما كانت سببا فيما حصل له من متاعب، كأبي الوليد الباجي رحمه الله، فقد استدل بهذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول أمره لا يكتب، ثم آل أمره إلى ماذا؟ إلى أنه صار يكتب، وهذا حصل له به كما قلنا شيء من المتاعب، لما يعني قد أنكره الناس وأنكروا قوله هذا، واستدل بهذا الحديث، واستدل كذلك بالآية قول الله عز وجل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فقال من قبله، أما الآن وقد نزل الكتاب فلا إشكال أن يكتب، أما من قبل ذلك قبل أن ينزل القرآن. المهم هذه يعني من جملة ما أجاب به بعض العلماء، لكن والله تعالى أعلم أن الإجابة على هذا الأمر الذي في الحديث، لأن قول الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب إلى أن مات، هذا قول الجمهور. بعض الناس يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ويكتب، لكن كان هذا ليس في أول أمره، إنما كان ذلك في آخر أمره بعد أن كتب القرآن. يعني كان هذا الأمر علم الله عز وجل نبيه الكتابة والقراءة. بعضهم يقول هذا الكلام كأبي الوليد الباجي. الإجابة على ما ذكرنا سهلة جدا. نحن عندنا الآن بعض الناس أميون، صح؟ لا يقرؤون ولا يكتبون، لكن لو قلت له اكتب اسمك
يكتب أو لا يكتب؟ يكتب، ما في إشكال. واضح؟ ثم قوله في الحديث فكتب يحتمل أنه أمر كما جاء صريحا في بعض الأحاديث الأخرى وفي بعض الروايات الأخرى أنه أمر من يكتب فكتب، غير علي، أمر من يكتب فكتب. كما تقول مثلا أطعم الأمير جميع الفقراء، هل يعني هذا أنه أطعمهم بيده؟ لا، يعني فوض الأمر، أمر إطعامهم إلى من يطعمهم، فحصل هذا الأمر، لكنه ينسب للأمير لأنه ماذا؟ لأنه أمره. طيب، أجبنا عن هذه النقطة، نرجع إلى قضية التوقيف. هل الرسم القرآني توقيفي؟ بعض العلماء قالوا نعم هو توقيفي، وبعضهم قالوا لا، ليس توقيفيا، إنما هو اصطلاحي، وهؤلاء لهم أدلتهم وهؤلاء لهم أدلتهم. والذين طبعا استدلوا، ولكن بعض الناس يستدلون بأمور لا تصلح أن تكون دليلا لأنه لم يقم الدليل عليها. مثل ماذا؟ مثل بعض الناس يقولون أنه توقيفي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب، كان يأمر الكاتب فيكتب، فإذا كتب الكاتب صوابا فلم يقل شيئا، فإذا كتب الكاتب على غير مراد الله عز وجل أعلم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلح ذلك الخطأ بأمر منه للكاتب فيقول له افعل هذا وافعل هذا، وهذا لا يقوم عليه دليل البتة. واستدلوا بحديث معاوية عور السين وحرف القلم وما أدري، حديث ضعيف أصلا لا يصح. يعني بعض ما استدلوا به لا يصلح أن يكون دليلا لضعفه أو لوضعه أصلا، أو لكونه لا يصلح أن يكون دليلا لهذا الأمر لأنه لم يقم عليه دليل. بعضهم قال هو اصطلاح، هو اجتهاد من الصحابة، ولذلك جاء ممن يقول بهذا القول فقال طيب هم اجتهدوا ونحن نجتهد، ما في إشكال، إذن نغير الرسم العثماني على ما تجدد عندنا من أمر الكتابة، فنكتب يعني كما نكتب نحن اليوم مثلا الإملاء عندنا. لماذا نبقى على هذا الأمر ما دام أن هذا الأمر اجتهادي؟ إذن لماذا نلتزم به؟ ليس هناك شيء يلزمنا به، وقد قامت المصلحة على مخالفته. مثلا لو أتيت فكتبت باسم، كتبتها بهمزة الوصل، أليس ذلك يعني موافق لماذا؟ أو كتبت الرحمن أثبتت الألف، العالمين، مالك أثبتت الألف، أليس هذا موافق للمنطوق؟ بلى، وفيه مصلحة. يعني الإنسان إذا أتى يقرأ فإنه سيثبت الموجود، ربما هناك شيء محذوف، مثلا أتى إلى مالك محذوفة الألف فقال ملك، وهو يريد مثلا قراءة عاصم، ليس له أن يقرأ ملك، إذن هذا قراءته بهذا الشكل خطأ. واضح الكلام؟ فالمصلحة على مخالفته، هذا ما قال به جماعة من العلماء، بناء على ماذا؟ بناء على القول بأن الرسم اجتهادي. فلما سمع الناس هذا الكلام فزعوا إلى الأئمة، إلى أئمتهم، ومنهم الإمام مالك رحمه الله تعالى وغيره من العلماء كثير. فسألوا العلماء أيكتب القرآن على ما أحدثه الناس من الهجاء؟ يعني هذه القواعد التي تجددت، وهذا هل نكتب بها القرآن؟ فقالوا لا، إنما يكتب القرآن على الكتبة الأولى، يعني على ما كتب عليه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمنع العلماء من ذلك، مع أن منهم أو أكثرهم يقولون أن الرسم ليس توقيفي. طيب لماذا؟ إذن الآن فهمتم القضية أو لا؟
يعني أنا أريد أن أختصر لكم هذا الكلام الطويل العريض الذي يبحث في كتب، أريد أن أختصر. قال بعضهم بالتوقيف، بعضهم قال بالاصطلاح، ثم لما قيل بالاصطلاح وتبنى هذا المذهب بعض الناس، خرجوا إلى الناس فقالوا نغير، إذا ما دام هو اصطلاح نغير، لن نغير كلام الله الملفوظ، لا أبدا لن يتغير، سنقرأ كما قرأنا على شيوخنا الذين قرأوا على من قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، لن نغير شيئا، لكن نحن سنغير فقط الإملاء، الكتابة، حتى إذا أتى الناس أثبتوا يعني بعض الأحرف ربما هي محذوفة في الرسم العثماني، لو أتوا عليها لحذفوها من اللفظ وهي ثابتة، نحن نثبتها. فمنع الأئمة من ذلك، فمنع الأئمة من ذلك. طيب ماذا نقول إذن؟ إن قلنا اصطلاحي حصل عندنا هذا الإشكال، إن قلنا توقيفي حصل عندنا الإشكال الذي ذكرناه. ماذا نقول؟ القول قول من توسط، وهو القول الصواب، أن الرسم اصطلاحي والتوقيفية ناشئة له. الرسم اصطلاح. ما معنى اصطلاحي؟ يعني أنه ليس من الله عز وجل، لم يأمر الله عز وجل نبيه أن يكتب القرآن بهذا الشكل، ولم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على كتابة القرآن بهذا الشكل. جميل جميل، وليس توقيفي. طيب، وليس هناك دليل واحد يثبت توقيفيته، واضح؟ إنما هو اجتهاد. اجتهاد من؟ اجتهاد من الصحابة الذين كتبوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب جميل جدا. نعم. نعم سيأتي الإجابة على هذا. نعم نعم. طيب خليك معايا، ستأتي الإجابة عن هذا السؤال. قالوا هو اصطلاحي اجتهادي. طيب لكن يجب أن تعلم شيء، هل الصحابة رضي الله عنهم لما أتوا يكتبون القرآن جلسوا فنظروا رأيهم وأجمعوا على طريقة ما يكتب بها القرآن؟ هل حصل هذا الأمر؟ لو حصل لنقل إلينا، واضح؟ أن هذه ليست من الأمور التي يزهد فيها الناقلون، واضح؟ لو حصل لنقل. إذن ما الخط؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما أتوا، يعني من كان يكتب منهم لما أتى يكتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وشرفه الله تعالى بهذا الأمر، كتب على نحو واقع الناس في الكتابة. يعني واقع الناس في الكتابة يومئذ، كيف نحن تو ندخل للمدارس ونتعلم الكتابة، واضح الكلام، ونرتقي وصف صف، لو جي الواحد في السادسة ابتدائي مثلا أو في التاسعة أو ما شابه ذلك وتقول له اكتب وتملي عليه فقرة، سيكتب بماذا؟ بواقع الكتابة، لن يخرج عنها، واضح؟ هو يعرف الكتابة بهذا الشكل، وهناك قواعد تعلمها وقد كتب ورأى يعني شيء قياسي وشيء سماعي وما شابه ذلك، فرأى الناس يكتبون بهذا الشكل وتعلم هذه الكتابة فكتب بها. الصحابة كذلك لما أتوا يكتبون القرآن كتبوه على نحو واقعهم في الكتابة يومئذ. طيب كتبوه على نحو واقعهم في الكتابة. لماذا إذا نجد كما قال الأخ كلمة عين الكلمة، يعني نفس الكلمة في موضع محذوفة الألف وفي موضع ثابتة الألف؟ لماذا؟ لا. نفس الكلمة، الكتاب مثلا، كلمة الكتاب تجدها في مواضع ثابتة الألف فيها بعد التاء، وفي مواضع محذوفة.
لماذا؟ مش نفس الصحابي. مثلا لا مش إجابتي، هذه إجابة الأخ. أنا يعني لا أقرها الآن. ماذا آخر؟ منقول عن شنو؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أن الكتابة لا يد للنبي صلى الله عليه وسلم فيها. طيب سماعا هو النبي صلى الله عليه وسلم قال الكتاب. طيب لماذا حذف الألف هنا وأثبت الألف هنا كتابة؟ الصحابي لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم قال له احذف وأثبت؟ لما قال له احذف الألف أو اثبتها كتابة. واضح الكلام؟ ايش قلت إبراهيم؟ لا واقع كتابتهم يا إخوتي، واقع كتابة. نحن اليوم لو نظرتم في واقع الكتابة في زماننا هذا لوجدتم أن هناك كلمة تكتب بهذا الشكل ونفس الكلمة تستطيع أن تكتبها بشكل آخر. في واقع كتابتنا نحن اليوم، دعك من الرسم للقرآن، لو نظرت لو أمعنت النظر في قواعد الإملاء لوجدت أن هناك كلمات تستطيع مثلا أن تكتب هذه الكلمة بواو وتستطيع أن تحذف الواو، تستطيع أن تكتب هكذا وأن تكتب هكذا. فواقع كتابتهم كان فيه شيء من السعة يجعلهم يثبتون يحذفون. فبدا للصحابي أن يثبت أثبت، بدا له أن يحذف حذف، ما في إشكال. واضح الكلام؟ هذا الذي نستطيع أن نجيب به عن هذه الجزئية، لأنك تجد الكلمة نفس الكلمة في عشرات المواضع ثابتة الألف، في موضع أو اثنين محذوفة الألف. يقول قائل لماذا حصل هذا؟ طيب إذا قلت الكتبة اختلفوا، هذا كتبه كاتب وهذا كتبه كاتب، نقول لا، هذا فيما انتسخه الناس، لكن فيما كان في الإمام يعني في مصاحف عثمان كان يشرف عليه نفس الشخص زيد بن ثابت ومعه نفر من قريش. واضح؟ فلم يكتب شيء، لم يقول إنما قاموا على القرآن كامل، ورأوا هذه الثابتة هنا ومحذوفة هنا مع أنها نفس الكلمة فتركوا الأمر كذلك، لأن هذا واقع كتابته. هل هذا مفهوم؟ طيب إذا قلنا هو اصطلاحي وهو من الصحابة رضي الله تعالى عنه، وليس منهم لأنه مبتدعوه، لا، هو واقع كتابتهم. يعني الكتابة في ذلك الزمن كانت بذلك الشكل. والدليل على هذا لا وجده الناس من المعلقات التي علقت في جوف الكعبة ووصلت إليهم من المخطوطات والنقوش، حتى التي في بعض البنيان مثلا تجد بعض البنيان نقشت عليها كتابات هي عين ما كتب به القرآن الكريم، هي عين ما كتب به القرآن الكريم. فدل ذلك على أن الكتابة بهذا الشكل هي واقع كان في مدة من الزمن. فلما استحدث الناس أمورا جديدة في الكتابة أتى بعض الناس قالوا طيب نغير القرآن فنكتبه على ما استحدثه الناس. قال العلماء لا. لماذا؟ قالوا لا يجوز مخالفة الذي كتب به المصحف. لماذا لا يجوز مخالفة الذي كتب به المصحف؟ أنتم قلتم أن هذا الذي كتب به المصحف ليس وحيا، يعني الطريقة ليست وحيا، فلماذا لا نخالفها؟ هل من جواب؟ حتى لا يجترأ على كتاب الله. وكيف يجترأ على كتاب الله؟ يعني نشتري كيف؟ هم ما يشتري علماء، يعني علماء كبار مثل الباقلاني وغيره، علماء كبار، فقالوا يعني ليس جرأة ولكن خدمة لكتاب الله قالوا نغير، هذا ليس جرأة. نعم كراسة تفضل. هاي ما فهمتك به نخليها لك بعد شاء الله. بارك الله. لماذا قالوا لهم أنتم تقولون أنه اصطلاحي، لماذا لا تتركوننا نخالفه؟
لأن هذا الذي بين الدفتين أجمع عليه 12,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حصل عليه إجماع. فلما كتبوا القرآن وانتهت انتهى الأمر إلى ما آل إليه من المصاحف العثمانية، وسنتعرض لهذه القصة إن شاء الله تعالى. حصل إجماع، 12,000 صحابي كانوا أحياء في ذلك الزمن، في زمن عثمان، رأوا ما فعله عثمان وانتدب زيدا ومعه نفر من قريش وجمعوا نسخوا المصاحف العثمانية وكذا وقروهم على ذلك. تأتي أنت الآن تريد أن تخالف؟ لا مجال للخلاف. ثم هناك مزايا أخرى، هذا الأمر الرئيس. ثم هناك مزايا أخرى، منها بعضهم يقول محافظة على تراث أمتنا، أشياء تأتي بعد هذا الأمر، لكن الأمر الأول هو ما حصل من الإجماع. ثم ربما عرضنا بهذا الشكل القرآن الكريم إلى ماذا؟ إلى أن يضيع شيء منه. كيف ذلك؟ هذا سهل جدا. نحن اليوم لنفرض أن العلماء سمحوا لمن طلب بأن يكتب المصحف على ما استحدث الناس من الهجاء، أسمحوا لهم، قال طيب اكتب. بعد عقد من الزمن 100 سنة 150 سنة يستحدث الناس أشياء جديدة، وإلى اليوم الناس يستحدثون في الإملاء أشياء جديدة، واضح؟ فيستحدثون شيئا جديدا، فإذا يقولون طيب هذا إذا أكل عليه الدهر وشرب هذه القواعد، سنغير الآن. طيب ويغير ويغير ويغير، فبالتغيير مرة بعد مرة سيحصل ماذا؟ سيحصل ضياع وسيحصل خلل، يظهر أثره في ماذا؟ في القراءة. يظهر أثره في ماذا؟ في قراءة الناس. إذا أتى الناس يقرؤون ظهر اللحن على ألسنتهم. بسبب ماذا؟ بسبب رسم المصحف الذي استحدثه مثلا الناس كما نقول. فهذه جملة من الأشياء التي جعلتهم لا يخالفون رسم المصحف. هل هذا واضح؟ لا علاقة للمعنى برسم المصحف، هذه امسحوها من أذهانكم. بعض الناس يأتي يتتبع الكلمات التي رسمت في مواضع بشكل معين وفي مواضع بشكل معين، فيجتهد ويبرز معنى ما، فيقول كتبت هنا لأجل هذا المعنى، وكتبت هنا بهذا الشكل لأجل هذا المعنى. هذا موجود، لكن هذا أمر مستحدث. جميع علماء الرسم الذين طبعا نحن نستقي من موائدهم ومن مصنفاتهم لم يقل أحد منهم بهذا الكلام. الداني وأبي داود وغيره من العلماء الكبار كلهم ما في أحد تجد عنده توجيه معنوي. واضح الكلام؟ لماذا؟ لكن جاء بعض الناس كابن البنا المراكشي أظن، فكتب كتابا جعل فيه أمورا أشبه ما يكون بالخيال والخرافات، فجعل يتتبع الخلاف في الرسم ويتكلم عن أمور ما أنزل الله بها من سلطان، وعلوي وسفلي وأنوار وما أدري والأشياء هذه كلها. ولا شك أن العلماء أنكروا ما كتبه، وللأسف الشديد بعض الناس يتعلقون بهذه الأشياء وحتى ينشرونها على صفحات الفيسبوك وغيره. نعم ربما تأتي بعض اللطائف، لكن هل تضطرد؟ لا تضطرد. تأتي مثلا بعض اللطائف، مثلا تجد كلمة الميعاد في القرآن الكريم لم تحذف إلا في موضع واحد، ألفها، إلا في موضع الأنفال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله كيف ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. فأتى بعض الناس قال انظر لما نسب الميعاد إلى الناس جاءت الألف محذوفة لأنه يستطيع ماذا؟ أن يخلف، ولما نسب إلى الله إن الله لا يخلف الميعاد جاءت الألف ثابتة لأن ميعاد الله لا يخلف. هل هذا الكلام يقوم عليه دليل؟ لا يقوم عليه دليل. هل هذا الكلام يضطرد في كل ما حذف وأثبت من الألفات؟ لا يضطرد. ولذلك هل هذا الكلام قال به أئمتنا؟ لم يقل به أئمتنا.
هل ثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الصحابة، عن التابعين، عن العلماء بهذا الأمر؟ لم يثبت شيء من ذلك. طيب لماذا نخوض في هذا الأمر الذي يأخذنا إلى ماذا؟ إلى الجراءة، نعم، وإلى التكلم في أمور غيبية واجتهاد في وذكر معاني لم يقل بها أحد من أسلافنا. واضح الكلام؟ ولذلك لما أتى يوجه مثلا الداني أو أبي داود أو غيره من العلماء، الغازي بن قيس، حكم، عطاء الخراساني أو ما شابه ذلك، لما أتوا يوجهون بعض الظواهر في الرسم وجهوها من حيث اللغة، فقالوا أتت الألف بعد الواو أو بعد الهمزة تقوية لها، يعني حتى لأنها خفية، لأنها ضعيفة، لأنها كذا. واضح الكلام؟ ليس أحد منهم قال أمر المعنى. ولذلك هذه النقطة نتفق فيها من الآن. من تابع هذه الأمور فإنه سيدخل فيما لا يحمد عقباه، فلذلك انتهوا عن هذا الأمر بالكلية. هل هذا واضح؟ هل هناك شيء آخر؟ أنا قلنا أو قلنا لما يعني يأتون ببعض المعاني، واضح، لكن المعاني هذه في الحقيقة ربما تستقيم معهم، يعني هم يطوعونها لكن لا تستقيم في كل ظواهر الرسم، لأن الرسم مش كالامرأة فرعون والتاء مربوطة ومفتوحة. الرسم بدل وزيادة وحذف وإثبات وقطع ووصل. هل تستطيع أن توجه كل شيء؟ الأصل إذا كان علما أنك توجه كل شيء وأنه يستقيم، مع أنك لو أتيت هؤلاء الذين يقولون بمثل هذا قلت له لماذا هذه؟ يقول لك لا أدري، لا أجد لها جوابا. لا يوجد هذا الأمر. واضح الكلام؟ طيب يا إخوتي، إذن الرسم اصطلاحي والتوقيفية ناشئة له، لا تجوز مخالفته البتة. لا يجوز أن يكتب قرآن بغير ما اكتتبه به الصحابة والتابعون. لكن ما يكون طبعا من الكتابة على وسائل التواصل، مثلا أحيانا لو تكتب على الفيسبوك أو الواتساب أو ما شابه ذلك، أو تكتب مثلا مقطع من الآية أو ما شابه ذلك لصبي صغير أو لأحد تريد أن يقرأها أو ما شابه ذلك، فهذا يكون فيه تجوز، لأنه ربما لا تستطيع أن تكتب، يعني أن تكتب بالحذف يعني والظواهر الرسم لا تستطيع أن تكتب بها على بعض، يعني في بعض السياقات. واضح؟ فلا إشكال في ذلك، يعني أن يكون الأمر عرضيا، أنت لا تكتب يعني حتى ينتشر ويكون يعني مصحف، لا، تكتب أمورا عرضية. لو تيسر لك أن تكتبها بنحو ما هي عليه في المصحف فهذا لا شك أولى وأفضل، لكن أن تكتب آية أو تنزل مقطعا أو تنزل شاهدا أو دليلا أو ما شابه ذلك، فالأمر فيه واسع، وسيأتي معنا دليل ذلك من العقيلة إن شاء الله تعالى. هناك مسألة مهمة جدا سأبرز لكم بها يعني مدى توفيق الله سبحانه وتعالى لنبيه وتأييده ونصره ومدى اعتناء الله عز وجل بهذا القرآن وبهذا الدين وبهذه الأمة وبكتابها. نحن قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه شيء من القرآن دعا من حضره من كتبة الوحي، صحيح؟ فيكتبون بين يديه ما نزل عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على مسامعهم وهم يكتبون، فإذا فرغ الكاتب مما قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الطريقة يعني خلينا نفصلها شوية. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول للكاتب اكتب، كما في حديث زيد عند الطبراني وغيره، يقول له بعد أن يحضر ويحضر الدوات والقلم وكذا، يقول له مثلا اكتب الرحمن علم القرآن. زيد بن ثابت يسمع هذا المقطع من النبي صلى الله عليه وسلم، هو عربي لا شك، يفقه ويعرف يكتب هو وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وليس كلهم لا شك، قلة منهم. فيأخذ القلم ويكتب،
ماذا سيكتب؟ ماذا سيكتب؟ ما أملاه عليه، ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إلى حد هذه الساعة أنتم تعرفون كما ذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول له اكتب بهذا الشكل ولا بهذا الشكل، يكيل إليه أمر الكتاب. فإذا كتب الكاتب يقول له النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يكتب المقطع والثاني والثالث، فرغ من كتابة ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى ما نزل عليه وقد كتب بين يديه، وليس شيء نزل على النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد كتب بين يديه. لكن هذا متى؟ هذا في العهد المدني وليس في العهد المكي، لأن الظروف التي كان يعيشها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لم تكن تسمح بكتابة شيء من القرآن. وما ثبت من الأحاديث يدل على أن هناك شيئا كتب كالصحيفة التي كانت سببا في إسلام عمر وكذا وجدها، فهذا تكلم فيه الناس من جهة ماذا؟ من جهة سنده وضعفوا الحديث وكذا. والصواب والله تعالى أعلم أن القرآن متى صار يكتب؟ لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قامت الدولة واتخذ كتابا وكذا وصار هذا الأمر مستقر، فكتبوا ما سبق وكتبوا ما لحق، ما فيها مشكلة، لأن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو محفوظ في صدره وفي صدور أصحابه، واضح؟ ولا شك أن أن هذا الأمر كان هو الأساس، كان محل اعتناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشكل كبير. يعني الوسيلة الأولى لحفظ القرآن في ذلك الوقت هي الحفظ، هي حفظه في الصدور. ولذلك لما كانت واقعة اليمامة وقتل فيها عدد كبير من القراء، فزع عمر رضي الله تعالى عنه إلى أبي بكر، ماذا قال له؟ قال له لنجمع القرآن. لماذا؟ قال له وتفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي معنا. قال له لا، أنا أخشى أن يضيع القرآن بموت القراء. أنت تعرف ما حصل في القراء، واضح؟ القراء يعني خرجوا يقاتلون في سبيل الله فمات عدد كثير منهم. هذا الأمر وكان عمر لا شك مؤيد وله نظر في عواقب الأمور وكذا، فقال إذا استمر الحال على ما هو عليه سيضيع القرآن منا. النبي صلى الله عليه وسلم مات، لا، الذي طبعا هو معصوم و تكفل الله عز وجل بحفظ القرآن في صدره، قال سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، واضح؟ فكيف نفعل إن مات بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوجد ما في صدورهم عند غيرهم؟ لأن ليس كل الصحابة كانوا يحفظون القرآن، فبعضهم كان يحفظ القرآن كاملا، بعضهم كان يحفظ نصفه. طيب لو مات الذي يحفظ القرآن كاملا وكانت معه سورة لا يحفظها غيره، ماذا سنفعل؟ مشكلة كبيرة. فإذا حينئذ جمعوا القرآن، جمعوا كل شيء كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لست لا أريد أن أتكلم، لكن هذه القوس فتح على حسب السياق، لكن أنا أردت أن أبين لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أيده الله عز وجل بهذا الأمر، فكان إذا فرغ الكاتب من الكتابة قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ما كتبت. طيب أنا أسألكم سؤال، لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يطلب من الصحابي هذه الأشياء ممتعة؟ نحسكم معايا ولا تعبتوا ولا تحبوا؟ جميلة هذه الأشياء. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابي اقرأ ما كتبت؟ ليس هذا، أنا أريد إجابة دقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم ما غايته من وراء قوله للصحابي اقرأ ما كتبت؟ يا أخي فرج، يا شيخ فرج،
افهم شيء. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفكر في شيء المكتوب لم يكن يوليه عناية. إيه يعني لم يكن قصده ماذا؟ المكتوب، إنما كان قصده المقروء. أصبر عليه. هو كان يقول له اقرأ ما كتبت. نفهم نحن علاش؟ باش النبي صلى الله عليه وسلم يطمئن أن هذا الصحابي يقرأ القرآن هذا الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأه بشكل صحيح فقط. هذا يعني يقرأه بشكل صحيح كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ الصحابة، وهذا الصحابي يصير ماذا؟ يصير مرجعا، يرجع له الناس في القراءة عليه في السماع منه إلى آخره. لكن شفت واحد، يعني شفت سبحان الله، يعني العمل لما يكون مبارك، يعني بعض الناس يعمل حاجة تنتج، يعني تكون ثمراتها عديدة، ليس ثمرة واحدة. بعض الناس منا نحن الغاصين في الذنوب، فما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني سبحان الله جعله الله مباركا، الماء ينبع من أصابعه. لما كان هذا الأمر كانت ثمرته في المكتوب كذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحب يسمع من الصحابي قراءة صحيحة هي نفس اللي قراها هو، لكن حصل هذا الأمر صحيح، حصل هذا، وزيادة على هذا ضمنوا سلامة المكتوب. كيف ذلك؟ كيف ضمنوا سلامة المكتوب؟ كيف ضمنوا سلامة المكتوب؟ أقول لكم، أنت قلت لي مثلا اكتب ذهب محمد إلى المدرسة، مثلا قلت لي اكتب ذهب محمد إلى المدرسة، أنا أعرف أكتب فكتبت ذهب محمد إلى المدرسة، لكن لما كتبت محمد زل قلمي فزدت واوا بعد الميم. صحيح؟ جميل؟ واضح؟ فزدت واوا بعد الميم. طيب أنا لم أنتبه، زلت قلم، يقول لك زلت قلم، كيف زلت لسان؟ زلت قلم. فبعد أن كتبت قلت لي اقرأ ما كتبت، فأنا أتيت أقرأ ذهب محمود إلى المدرسة. محمود، وقال لي محمد. واضح؟ إذا لم أنتبه أنا الذي أملى علي سينتبه، فقلت لا، ليس محمود، ومش يركز مع المكتوب، لا هو ما عندوش دخل في المكتوب، لا يقول لك محمد. قل له صح محمد، إذا لحظة واحدة سأعدلها، فيأخذ فيعدل الذي كتب. ولذلك قال زيد فإن كان فيه سقط أقامه صلى الله عليه وسلم. كيف يقيمه صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرف الكتابة؟ فهمتم؟ كيف يقيمه؟ يقيمه بهذا الشكل، بأن يقيم لك، يعني إن كان هناك خطأ، انظر، إن كان هناك خطأ في المكتوب سيظهر على لسان كاتبه إذا أتى يقرأه. فإن ظهر على لسان كاتبه، يعني فإن ظهر خطأ على لسان الكاتب، هذا دليل على ماذا؟ أن هناك خطأ في المكتوب. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سيقول له؟ انزع الواو من التي كتبت، لا، يقول له محمد ليس محمود. واضح الكلام؟ مثلا يعني على سبيل المثال، فيرجع القارئ الكاتب إلى ما كتب فيصوب، فإذا صوبه وعدله صار يقول ذهب محمد إلى المدرسة. فإذا حينئذ يقره النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له نعم هكذا أنزل، أخرج بها إلى الناس. واضح؟ رأيتم؟ يعني بهذه الطريقة ضمن سلامة وسلامة المكتوب. بناء القطع التي كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم شأن عظيم. كيف شأن عظيم؟ كانت هذه القطع التي كتبت في مجلسه مقدمة على غيرها لما أتوا يجمعون المصاحف ما كتب. يعني أنت زيد لما كتب مثلا الصفحة هذه وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم 10/10، ماشي، أمورك واضحة.
أخرج للناس. فخرج زيد قال لهم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، وقرأ على مسامعهم وقال لهم كتبته. الناس يقولون له طيب اترك لنا هذه النسخة ننتسخ، وتجي النساخ والناس تبدأ تكتب منها وتهزم صاحب لديارها. واضح الكلام؟ مفهوم هذا ولا مش مفهوم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أي فإذا صارت القطعة نقول منها نسخ منها 300 قطعة. طيب لما جاء في زمن الصديق، لما جاءوا مش يجمعوا المصاحف، يعني مش يجمعوا القطعة التي كتبت ويعملوا صحف، واضح؟ قالوا لا، ما نقبلوش أي قطعة. قل قائل هذه منها 300، نجيب لك هذه ولا هذه ولا هذه، كله كيف. لا، نحن نريد الذي كان قد كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ليس لأن جبريل كان حاضر والقصة هذيك الكل اللي نحن اعتدنا نسمع فيها وهي مش صحيحة، لا، ليس لذلك، إنما لأن هذا قد تثبت منه النبي صلى الله عليه وسلم بالشكل الذي ذكرناه نحن الآن. النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل تتصورون أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ في مقام التبليغ؟ هذا اعتقاد فاسد لا شك. الله عز وجل عاصمه في مقام التبليغ، لا ينسى شيء. طيب أنا نقعد نقري، القارئ يقرأ تطيح آية يبدل كلمة وربما ما نحسش به وكذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما فهمش. واضح الكلام؟ فلذلك كان لهذه القطع شأن وكانت هي المقدمة. فهمتم الأشياء هذه يا إخوتي؟ هذه النقطة اللي حبيت كذلك نذكرها من جملة النقاط. طيب لعل هذه المقدمات إن شاء الله تعالى تعيننا فيما نستقبله من أمرنا الدرس القادم إن شاء الله. لعلي أملي عليكم الآن فقط 10 أبيات من العقيلة تجتهدون في حفظها. يعني لو واحد منكم يحفظ كل يوم بيت مثلا، وفي يوم 4 أبيات يكون قد حفظ 10. يعني كل يوم بيت على مدى قداش، أو كل يوم بيتين، كل يوم بيتين في 5 أيام يكمل 10. وطبعا كما تعرفوا المتون هذه إنسان يمشي فيها على قد جهد وخططه، ويحاول يعني مش يجي يقول نحفظ أنا اليوم ما شاء الله وكذا يحفظ 30 بيت وبعد يضرب 3 شهور ما يحفظش. واضح؟ لا، يمشي بشوي، كل يوم 2 أبيات وراجعهم ثبتهم احفظهم مليح، مش يجي معنا الشرح إن شاء الله. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، طبعا أنا أقرأ وأنتم أعيدوا خلفي يعني حتى نضبط قراءة الأبيات. الحمد لله موصولا كما أمر، وأنا ننصحكم كذلك سيب عليكم الهواتف والأشياء هذه وخرجوا النظم من يعني المكتبة ومشاهد، إذا لقيتوه يتباع فبها ونعمة، وإلا خرجوا عنها. بطلكم على الصفحة رابط المتن ورابط الكتاب اللي نحن مش نعتمدوه في الشرح. واضح؟ الحمد لله موصولا كما أمر، مباركا طيبا يستنزل الدرر. الدرر أعود البيت كامل. صعبة ليست صعبة، يعني البسيط المخلع، لكن لو ما لجت الشاطبية على الطويل ليست صعبة. الحمد لله موصولا كما أمر، مباركا طيبا يستنزل الدرر. يلا مع بعض. مباركا طيبا يستنزل، ذو الفضل والمن والإحسان خالقنا. لا مش معقول، خليك سياق. ذو الفضل والمن والإحسان خالقنا، رب العباد هو الله الذي قهر، رب العباد هو الله الذي قهر، حي عليم قدير والكلام له، حي عليم قدير والكلام له، فرد سميع بصير ما أراد جرى،
يلا قل حي. أحمده وهو أهل الحمد معتمدا. لا، قف بالتنوين، ليس معتمدا، معتمدا حتى لا ينكسر الوزن. أحمده وهو أهل الحمد معتمدا. يا ولدي ارفع صوتك، مستحيل نسمع. عود بعد. أحمده عليه معتصما به ومنتصرا. عود. أحمده ثم الصلاة على محمد وعلى أشياعه أبدا تندى ندى عطرا. أشياعه أبدا تندى ندى عطرا. أشياعه أبدا تندى ندى عطرا. تندى ندى مش ندى، تندى ندى عطرا. عاود. أشياعه ثم الصلاة. أشياعه أبدا تندى. وبعد فالمستعان الله في سبب. فالمستعان الله في سبب. هذا سبب. المنظومة هذه سبب. يهدي إلى سنن المرسوم مختصرا. وبعد فالمستعان الله في سبب. يهدي إلى سنن المرسوم مختصرا. علق علائقه أولى العلائق إذ. هذا كيف الجناس. علق علائقه أولى العلائق إذ. خير القرون أقاموا أصله وزرا. خير القرون أقاموا أصله وزرا. كيف اللي يقول وبي علاقة حب ليس يعلمها إلا الذي خلق الإنسان من علق. يعني يأتي بألفاظ متشابهة يعني وتخدم معاني، يعني اللفظ وشبيهه كل واحد منهم يخدم معنى. سيأتي معنا إن شاء الله. نعم. زيد. عود. علق وكل ما فيه مشهور بسنته ولم يصب من أضاف الوهم والغير. ومن روى ستقيم العرب ألسنها بضم النون. ومن روى ستقيم العرب ألسنها. لحنا به قول عثمان فما شهر. لحنا به قول عثمان فما شهر. لو صح لاحتمل الإيماء في صور فيه كلحن حديث ينثر الدرر. فيه كلحن حديث ينثر الدرر. يا الله سيدنا عبدالله بن ولينا محبطين. الحمد لله موصولا كما أمر مباركا طيبا يستنزل الدرر. ذو الفضل والمن والإحسان خالقنا رب العباد هو الله الذي قهر. حي عليم قدير والكلام له فرد سميع بصير ما أراد جرى. أحمده وهو أهل الحمد معتمدا عليه معتصما. أشياعه أبدا تندانا عطرا.
وبعد فالمستعان الله في سبب يهدي إلى سند المرسوم مختصرا. خير القرون أقام أصلا وزرا، وكل ما فيه مشهور بسنته، ولم يصب من أضاف الوهم والغيرا. من به قول عثمان فما شهرا، فيه كلحن حديث. جميل جدا. إذن الآن تحفظون هذه الأبيات، وإن شاء الله الجبال من حبات الرمال. 10 مع 10 مع 10، لكن لا يعني من كانت له طاقة أن يحفظ هذه الأبيات في يوم واحد، 10 في يوم واحد، ويراجع بقية الأسبوع أفضل. ومن لا يستطيع لا يلجئ نفسه إلى ماذا؟ إلى حتى ينفر، لا، يحفظ في اليوم بيتين إن شاء الله، وستكتمل إن شاء الله تعالى. وفي كل مرة نراجع القديم ونأخذ الجديد إن شاء الله تعالى. ومن حفظ هذه المنظومة في الأخير إن شاء الله يعرضها علي، وأجيزه بها إن شاء الله تعالى بالسند إلى الإمام الشاطبي رحمه الله، إلى ناظمه. قد قرأتها على أحد شيوخي ولله الحمد وأجازني بها. إن شاء الله نلقاكم بخير وعلى خير. نبدأ الدرس القادم بإذن الله تعالى في شرح هذه الأبيات التي أخذنا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دفعت